إنه بيدبر حال مصر. ومن العبارات اللي بكررها كتير وأقولها لأولادنا في كل مكان، إن كل دول العالم في إيد ربنا إلا مصر في قلبه. فده بيدينا شعور بالطمأنينة وشعور بالسلام الداخلي. في أيام الأحداث الأخيرة بتاعت سنة 2010 11 و12 و13 كانت أحداث خطيرة جدا، وكان الشعور العام إن الوطن بيتسرق مننا خالص. ولما جه الاعتداء على الكنائس، اعتداء في يوم واحد، يوم 14 أغسطس سنة 13، بحرق وتدمير أمور صعبة خالص، حوالي 100 كنيسة ومبنى كنسي ومبنى خدمي زي مدارس وحاجات زي كده. كان اعتداء. وكان الشغل اللي بيشغلني، أنا كنت ساعتها لسه البطريرك بقالي 3-4 شهور، وقت صغير خالص يعني، أو 7 شهور مثلا، إن سلامة الوطن أهم حاجة. الوطن يعني بالصدق كانت الصورة الحاضرة في ذهني اللي بيحصل في سوريا سنة 13. سوريا كانت بقى ابتدت تتدمر لأن الوطن ضاع. والوطن لما ضاع خلاص كل حاجة تانية ضاعت. ومن هنا يعني قلت الكلمات اللي حضرتك قلتيها: وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن. الوطن هو القيمة الأولى. هل يمكن أن نفصل ما بين المعتقدات الوطنية والاعتقاد الديني؟ لا طبعا. الكنيسة القبطية أقدم كيان شعبي على أرض مصر، والكنيسة من عمق ومن جذور التربة المصرية، ما هيش حاجة مستوردة، دي بتاعت البلد. بيسموها ديبلي روتد، يعني متجذرة بعمق في التاريخ. فطبعا الكنيسة هنا ككيان أحد مكونات المجتمع المصري، ومش ممكن المجتمع يقوم له قيامة إلا بكل مكوناته. وكل ما كانت المكونات دي قوية كل ما كان المجتمع قوي. تقدريش تبني مبنى وتسيبي عمود من الأعمدة ضعيف، لو سبتيه ضعيف المبنى كله يقع. فلازم المجتمع المصري كله بكل مكوناته بكل أعمدته يصير في قوة. مجموع قوة الأعمدة هو مجموع قوة الوطن. الله بعت بالرسل مبشرين ومنذرين لإعادة الناس للحق والصواب والخير. لا يمكن أي دين سماوي يدعو إلى النزاع والفرقة، إنما الأديان السماوية دائما تدعو إلى التعايش السلمي والخير والمحبة. بالظبط كده، بالظبط كده. واحنا في التاريخ بتاعنا من ايام الفراعنه والعصور المسيحيه والعصور الاسلاميه عندنا نفس المفاهيم دهية. ومن ايام الفراعنه في كتابات بتقول كده، والعصور المسيحيه والعصور الاسلاميه، وده شيء الحقيقه يعني بيطمنا لتاريخنا. عارفه حضرتك المبدا الشعبي اللي يقول لك على الاصل دور. على الاصل دور. مصر كده، في بلاد كتيره ما عندهاش اصل، ما فيش اصل، يعني هي نشأت كده. لكن مصر لها جذور.